يعني إيران 30 عاما وهي تبني نفسها وتبني قوتها وتبني حلفائها، بينما ماذا كان يفعل العرب؟ كانوا يريدوا حربا. اوكي، دخلت امريكا وحطمت العراق اللي هو كان السند في وجه او السد في وجه ايران. وكانوا يريدوا من الولايات المتحده الامريكيه ان تاتي ومثل ما غيرت النظام في ليبيا ان تغير النظام ايضا في طهران. الولايات المتحده الامريكيه يعني ليست كلب حراسه، الولايات المتحده الامريكيه لديها مصالح، العرب لم يعملوا مشروع على الاطلاق. طيب يا سيدي، حتى المفاوضات إيران قدمت لنا درس في علم الفن للتفاوض. إيران أصبحت أكاديمية تفاوضية. والله لو العرب بتفاوضوا ما أخذت مفاوضة من أسبوعين. يا أخي في كامب ديفيد السادات 89 يا 79 أسبوعين، لم يتحمل أكثر من أسبوعين، لم يتفاوض أكثر من أسبوعين، ووقع وبصم، حتى لم يقرأ الاتفاق ولم يعرف فيه. يا سيدي الفلسطينيين في أوسلو شهرين بس، وكل شهرين ووقعوا على اتفاق سنوات. للأسف. والآن بقول لك حتى المفاوضات الأخيرة يا سيدي مشي، يا سيدي يلا، يا سيدي. هذا المشكلة. الإيرانيون قدموا لنا درسا في الصمود وفي المثابرة. 30 عاما من الحصار. ولا يقول لك في رمضان لا تفاوض. لا أبدا، يتفاوض ويجلس. وكان يروح الحسينية في فيينا، وأكثر من ذلك أخ توفيق، أنه هذا الاتفاق يضمن لإيران المشاركة. شوف الجزئية، المشاركة في الاجتماعات التي ستكون مكلفة هذه الاجتماعات بمراقبة مدى تطبيق إيران للاتفاق، يعني أنه إيران ستصبح شريك. وهولاند يقول نطلب من إيران تساعدنا في حل الأزمة السورية بعد أن رفض مشاركة إيران في القمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. يعني إيران أنا بويضت نهائيا. يعني في بالضبط هذه نقطة مهمة. إيران الآن لم تعد دولة إرهابية. من الإرهابيين؟ نحن العرب. إحنا العرب الإرهابيين. احنا العرب، احنا داعش، واحنا النصرة، واحنا احرار الشام، واحنا الارهابيين الان. تخيل فجأة في لحظة مسحوا ايران من قائمة الارهاب، واصبحوا يتعاونوا مع ايران. حصلت على تفويض في المنطقة. تفويض امريكي، وعادت دولة طبيعية قوية الى المجتمع الدولي. لم تعد دولة ضعيفة، حليف، ولم تعد دولة مستجدية. لا تستجدي دولة، بالعكس هم الان يقدمون لها الرشاوي. 150 مليار دولار مرة دفعة واحدة، في الوقت اللي ميزانية السعودية عجز في ميزانية السعودية حوالي 150 مليار دولار. تخيل، يعني كافأوها، يعني مش فقط يعني انه اعادوها للحظيرة الدولية كدولة طبيعية، لا، وكافأوها ايضا 150 مليار دولار. الآن سترفع إنتاجها النفطي من 1,200,000 برميل يوميا إلى 2.5 مليون برميل يوميا. ستصبح القوة الرئيسية في أوبك، ستخفض أو ستتحكم بأسعار النفط بالكامل، وستستمر في صناعاتها العسكرية القوية والمتطورة جدا. هذه اللي احنا مش فاهمينه كعرب للأسف.